يا صباح الهنا والسعادة على عيون أحلى متابعين، صباح الورد والفل والياسمين وكل حاجة حلوة على عيون أحلى أخوات في الدنيا، من داخل مصر ومن خارج مصر. وجودكم في قناتي شرف ليا، وتشجيعكم كده اشتراككم في قناتي ده شرف ليا، فربنا يديمكم نعمة في حياتي. اشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش، انزلوا اشتركوا بسرعة كده من علامة الاشتراك اللي بتظهر لكم في الفيديو تحت الفيديو باللون الأحمر، اضغطوا عليها هيطلع لكم 3 خيارات. اختاروا أول خيار فيهم هو الكل، علشان كل ما انزل فيديو جديد بوست جديد لايف جديد على القناة يوصلكم إشعار بيه كده، تدخلوا تنوروني بأحلى لايك من أحلى اخوات في الدنيا. يلا بقى تتوالى فيديوهات المصيف، لسه ما خلصناش المصيف. حابه ان انا كده في اي حته، اي حته كده يكونوا اخواتي معايا موجودين معايا كده. فيلا شجعوني باللايكات والتعليقات، عاوزه تعليقات. اللي يدخل يحط لايك يكتب لي تعليق، لو هتدعوا لي دعوه صغننه كده ربنا يكبر بخاطركم، اللهم امين. ايا كان بقى التعليق اللي هتكتبوه ايه. صلوا على النبي يا جماعة في التعليقات، يلا بسرعة كده، عاوزة حملة صلاة على النبي في التعليقات تنزل كده على الفيديو ده. اي حاجة، المهم تكتبوا لي تعليقات تعرفوني كده انتم متابعوني منين. النهاردة هنخرج بقى، حبيت ان انا اصور لكم بالنهار وحبيت ان انا اصور لكم بالليل. بصوا الفيو روعة بالليل، روعة روعة روعة. بصوا هنا انا كنت بجري بعد الطريق. حبيت ان انا اصور لكم المكان بالليل. طبعا اللي شاف الفيديوهات اللي فاتت عارف احنا بنصيف فين. احنا واخدين شقة في المعمورة يا جماعة. فحبيت ان انا اوريكم المكان عامل ازاي بالليل، كل حاجة مفتوحة، محلات. هنا ده فندق. المفروض ان اليافطة دي بتنور بالليل، بس مش عارفة كانت ضلمة ليه، كنت حابة ان انا اوريها لكم. في كل حتة وانتوا ماشيين كده هتلاقوا سماسرة يعني. اي حد هيحب ياخد اي شقة في اي مكان في المعمورة ايا كان بقى، على البحر، يعني نمرة تانية نمرة تالتة هتلاقوا. هنا انا بقول لكم جوزي متجوز عليا وماشي مع واحدة هناك اهو. بصوا بيشاور لنا اهو ماشي مع بنت اخته، فكنت بهرج معاهم بقول لكم ايه في الفيديو، الحقوا محمود متجوز عليا وماشي مع بنت اخته. طبعا انا لغيت صوت الفيديو، كنت حابه ان انا انزل لكم الصوت يعني انا متكلمه على الفيديو. بس طبعا لقيت الفيديو كله هياخد ارشادات منتدى من اليوتيوب، يعني هياخد حظر. فمش هينفع علشان في اغاني كتير ظاهره طبعا. عربيات معديه باغاني، كافيهات، اغاني. احنا رايحين فين يا ريهام كده، واخدانا رايحه فين؟ تعالوا بس احنا رايحين الملاهي، ملاهي المعموره. ما ينفعش تيجي اسكندريه وما تزورش ملاهي المعموره، والله العظيم يعني. بقالي كام سنة كده من ساعة ما جيت اسكندرية او من ساعة ما اتجوزت اساسا، وكل مصيف لازم نيجي المعمورة حتى لو مش هنركب اي حاجة. الولاد لو حتى هيركبوا لعبة واحدة على فكرة، لو حتى هنلف المكان كده ناخد فكرة كده في المكان، فبيبقى يوم جميل جدا. هنا ده الشارع اللي هيطلعنا على الملاهي. الملاهي كان بعيدة عن الشقة حوالي نص ساعة مشي. هنا ده مكان كده عاملين عليه سور، بتأجروا عجل وبيتش باجي للأولاد وكده، ممكن يعني بعد ما تقضوا الوقت في الملاهي تيجوا هنا في المكان ده تأجروا. كل حاجة موجودة، كافيهات، أكل، مطاعم، كل أنواع الأكل موجود حوالين الملاهي طبعا، بس الأسعار مبالغ فيها. يعني تيجي متعشية أحسن من بيتك، يعني أطلع من بيتك جعانة ليه هنا بقى دخول الملاهي ايه بنات، او التذكرة قولي لنا ايه يا ريهام عرفينا. هنا برضو غزل بنات، كريبات، زلابيا. الناس السوريين تحسوا ان هم اقتحموا مصر مش عارفة ليه. دي بوابة الملاهي، لو ما انتوش واخدين شقة في المعمورة او جايين برا المعمورة كده انكم تقضوا يوم في الملاهي وكده، التيكت بتاع الدخول من برا البوابة العامة 30 جنيه، وهتيجوا تدخلوا الملاهي التيكت بتاعها ب10 جنيه. تعالوا بقى ندخل الملاهي كده ونشوف ايه الالعاب اللي فيها. حبيت ان انا اصور لكم كل لحظة في الملاهي، وكل الالعاب صورتها لكم بحيث ان انتوا تبقوا جايين كده عندكم خلفية بكل اللي موجود فيها. بحيث ان انتوا تبقوا جايين مثلا لو واحدة حابة ان هي تروح شافت اللعبة دي مثلا في الفيديو وحابة انك تيجي عليها، هتيجي عليها هتبقى عارفة مثلا اللعبة دي موجودة فين مكان وكده تمام. اول ما بندخل من البوابة بيقابلنا زي ما انتم شايفين كده مجموعة العاب. طبعا الالعاب اللي هنا مختلفة، وكمان
في الالعاب اللي هي العملاقه زي ما انتم شايفين كده، زي ديسكفري دي انا ركبتها مرتين، السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. بس ما فكرش اساسا ان انا اركبها تاني، وده كنت راكباها اساسا تحدي ما بيني وما بين اخواتي ان احنا نركب، وتجربه حلوه وكده. بس ما فيهاش اي استمتاع غير للناس اللي قلبها جامد. فالناس اللي قلبها خفيف بلاش بلاش بلاش. اول ما بندخل طبعا من البوابة، فالولاد شبطوا في اول لعبة زي ما انتم شايفين كده، دي لعبة بتلف، وهنشوف دلوقتي هيلعبوها ازاي. المفروض ان دي حلقان كده او طوق، والولاد بيحدفوها، وهي زي ما تيجي بقى المفروض ان هي تيجي على القمع المحطوط ده، و... ونهلل بقى ونهيص وهي، والولاد يفرحوا ونسقف وكده. بس في الاخر بتدفعي فلوس ولا لا يا ريهام، او دي فيها مكسب ولا لا؟ هي الفكرة ان بيشدوا الولاد بالحاجات اللي زي دي، شو يعني بيعملوا شو كده في الاول، ان مثلا ايه، الولاد هيلعبوا كده، وبعد كده بيخلوك تشتري لعبة بسعر ضعف بره. يعني البابت مثلا عامل عندهم 50 جنيه. طبعا احنا هتقولولي دي حاجة سياحية واسعار سياحية، والناس اللي بتيجي هنا طبعا بيبقوا عارفين ان هم هيدفعوا المبالغ ده وكده. بس انا بتكلم علشان في ناس بتيجي ما هيش عارفة. تمام. فما تتحرجش يعني، بمعنى اصح يعني انت مثلا جايه عامله حسابك على رينج معين من السعر اللي انت هتصرفيه مثلا في الملاهي. تمام. فالولاد شبطوا في لعبه زي دي، فدخلتي لعبه زي دي ان الولاد يلعبوها على اساس مثلا المكسب هتبقى اللعبه. لا، انت مكسبك ما هو ما فيهاش مكسب ولا حاجه عامه. المفروض ان انت الولاد بيلعبوا كده، وبعد كده يقولك اختاري لعبه، واللعبه اللي انت تختاريها بتدفعي فلوس مبلغ عادي جدا. يعني الالعاب اللي كانت على الحيطه دي كان بيقول ب130 وب140. وفي العاب اللي هي الصغيره بقى اللي احنا ايه خلينا الولاد يشبطوا فيها، اللي هي ب40 ب35 ب50 كده. انتوا فاهميني؟ هنا بقى كان لعبه الاخطبوط. طبعا في العاب زي ما تحبوا، في العاب تحسوا ان هي سهله، وفي العاب مميته يعني مخيفه جدا. لعبه الاخطبوط دي انا ما ركبتهاش قبل كده الصراحه. انا ركبت ديسكفري، ركبت الاعصار اللي هو بتاع اعصار الموت. وهتشوفوني السنه دي هركب ايه. يعني انا جايه السنه دي وما كنتش عامله حسابي خالص ان انا اركب. بس البنات اللي معايا بقى في الرحله ولاد اخوات جوزي يعني صمموا لا هنركب لا هنركب. بصوا الكراسي دي المفروض انك بتقعدي على الكرسي كده، والكرسي يفضل يشقلب يفضل يشقلب يفضل يشقلب لغايه ما تبقي دماغك تحت ورجلك فوق. مش عارفه ايه الفكره من كده. حاسه ان الرجه ذات نفسها مش اي حد هيستحملها اساسا، رجه الكرسي ذات نفسها. فالمهم كنتش عامله حسابي ان انا العب خالص الالعاب. ف ما كانش يعني مودي ان انا اركب. فعلشان بنات بقى وكده يلا نركب وكده، فاحنا اخترنا لعبة هتشوفوها في الاخر. اهم حاجة لو ما حطيتيش اللايك يلا انزلي بسرعة حطيه. ولسه الفيديو طويل جدا، والفيديو النهاردة مشوق جدا جدا جدا. مش قلت لكم مصوره لكم كل حاجة، حتى الالعاب حبيت ان انا اصورها لكم وهي شغالة كده، عشان يبقى عندكم فكرة لو هتجربوا اي لعبة يبقى هتجربوها عاملة ازاي، او هتشتغل عاملة ازاي. بصوا احنا البنات كلها اللي معانا او الاطفال كلها اللي معانا اول ما دخلنا كده لعبوا اللعبة دي. فحاولت بقدر الامكان ان انا افهمهم ان احنا لسه في الاول، يعني دي لسه دخلت البوابة اساسا. فالملاهي مليانة، وهتشوفوا كمان في ملاهي جوه الملاهي، ملاهي صغنونة كده. كل الالعاب اللي انتوا هتشوفوها بره دي كبيرة، في منها ملاهي صغننة يعني لعبة صغيرة كده على قد الأطفال. بصوا بقى دي بقى وهي واقفة كده، المفروض ان انت بتقعدي في صندوق كده والصندوق يتقفل عليك. وبصوا تقف كده عاملة زي الفريرة بروتة. بصوا شغالة 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 ما بتهبطش، تبقي دماغك تحت وراسك فوق. وبصوا يعني انا حاسة ان احنا ممكن ننزل متكعبلين من اللعبة دي. مش فاهمة ازاي يعني يجي لهم قلب ان هما يركبوها. هتقولي لي ما انت ركبت الديسكفري وكان دماغك تحت ورجلك فوق، كنت شايفة والله العظيم يا بنات انا كنت شايفة العربيات والعماير. هقول لكم ايه، قد عقلة الصبع بالظبط تحتي. يعني انا كنت فوق فوق فوق، فاضل شوية ناطحات سحاب، فاضل شوية وطول السما. بس حاسة ان في حاجات اصعب منها، مش عارفة ليه. او ممكن عشان انا ما جربتش دي الصراحة.
فانا بقول لكم اللي انا جربته واللي انا ما جربتوش. دي حاسه ان هي صعبه قوي 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 قوي. الفكره ان انا استصعبت دي تمام، وجينا بقى ننقي واحده كده في الاخر، يعني موتتنا بجد 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 يعني. مكنتش عارفه ان هي صعبه للدرجات دي. مشينا بقى شويه كده، ودي عبارة عن تعالوا بس نشوف اللعبة دي برضو. دي لعبة أطفال كده، هوا بيطلع كده وبتقفوا تصطادم الكور دي. بس نفس الفكرة التانية، ان هتقفي والولاد هيقفوا ويلعبوا ويصطادوا، وبترجعي تشتري اللعبة تمام. ريماس اهي البوبت اللي انا بقولكم عليها اهو. وكان في البنوتين دول لوسي ولوجي، ولاد اخوات جوزي. بقول لكم حطوا اللايك اهو. دول بنوتين عسليتين كده، توأم عندنا في العيلة، يعني اللهم بارك يعني. المهم كانوا واخدين، شفتوا السبورة اللي هي بتتكتب عليها دي، حتة بلاستيكة كده او حتة ورقة، وبتكتبي عليها، عاملين 50 جنيه. يعني من ما بنجيبها من بره او بنجيبها من القطر ما تجيش 15 جنيه اساسا، عشان يبقى عندكم خلفية بس مش اكتر. دي برضو ده قطر كده اهو، اقرب لكم شوية. ده قطر كده بيلف برضو كده وبس. عجبنيش برضو ان انا اركبه. دي ساقية بقى، دي ساقية عملاقة. المفروض ان انتوا بتدخلوا الساقية دي وتتفرجوا على المعمورة بحالها من اولها لاخرها من فوق. انتوا لو تشوفوا الساقية دي عامة، اكيد في ناس منكم جات وشافت المنظر يعني هنا. في ناس جات او ناس ما جاتش اساسا، فتبقي عندك فكرة بس مش اكتر. دي صناديق كده زي ما انتوا شايفين كده، تحسوا ان هي براميل اهو بصوا. ملفوف بالازاز كده، وبتدخلي وتقعدي ويتقفل عليكي، بس بيبقى فيه زي شباك كده. بس احسن حاجة عجبتني فيها ان هي ماشية نو يعني تاتا تاتا. دي بقى لعبة العربيات، في ناس مدمنة اللعبة دي. وهنا اللي هي 9 دي و360 دي فيديوهات كده بتشتغل، وتدخلوا اللعبة دي. فريماس بنتي ورودي بنت اخت جوزي هيدخلوا برضو دلوقتي هيجربوها. عامة احنا يعني النضارة دي اللي بتتحط دي موجودة عندنا في العيلة بتاعت اخت جوزي، فهم مجربين ده كله. وفي 9 دي اهي برضو سينما. هم مجربين الافلام اللي هي 360 دي، بس حبوا ان هم يجربوها بقى وهم قاعدين على الكرسي كده. فانا قعدت اقنع ريماس الافلام كلها انتم مجربينها بالنضاره، مفيش يعني اي اختلاف. بس قالت لي لا يا ماما انا عاوزه اجرب. قلت لها تمام ماشي. هنا بقى كنت بصور نفسي انا وجوزي. فالكاميرا الاماميه حاسه ان انا بقوله، حاسه ان انا غريبه، بتبهت الالوان كده وبتجيبني غريبه. مش عارفه الكاميرا الاماميه باظت او التليفون هو اللي باظ. تحس ان التليفون بقى عايز عمرة خلاص. هنا بقى كنا مستنيين الدور بتاع رودي وريماس. هيدخلوا بقى اللعبه دي. وايه رايكم في الاوتفيتايه اللي انا لابساها؟ اوتفيتايه عيوقه. حاسه ان انا بحب اساسا ان انا وانا رايحه اي مكان زي ده البس حاجه يعني ايه اللي هي فري كده، حاجه ترطب كده. احس ان انا مش لابسه حاجه اساسا من اللي هي حاجات الخفيفه دي الكاجوال، بحس ان انا اتحرك بيها بسهوله. هنا بقى كانوا بيعقموا، اول حاجة بيعملوها ان هما بيختاروا الفيلم، وبعد كده بيعقموا اساسا اللعبة الاول، وبعدين بيرشوها كده ديتول او مش عارفة هما كانوا بيرشوا ايه، حاجة كده غريبة ولها ريحة. ويعقموا المكان كله، لان النضارة بتتلبس مكان حد ومكان حد كده. وطبعا العرق وكده واحنا في الصيف، فبحس ان هما بيغيبوا الصراحة في مرحلة التعقيم بتاع المكان كله. يعني العلبة دي كلها او المربع ده كله بيقعدوا يعقموه. وبعد كده اللي هيقعد بقى كده زي ما انتوا شايفين كده، حبيت انا اصور لكم برضو. بيقعدوا على الكرسي، وبعد كده بيربطوهم كويس جدا، وبينزلوا اللي هو بتاع الحماية ده، يكبس كده على مراوحهم، على نفسيهم. وبعد كده يلبسوهم النضارة، او زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه حطيت اللايك ولا لا؟ انا بفكرك كل شويه عشان لو لسه ما حطيتهوش تنزلي تحطيه. ربنا يكبر بخاطرك يا رب، اللهم امين. مشرفيني وعلى راسي من فوق، من داخل مصر ومن خارج مصر. وجودكم في قناتي ده شرف ليا والله العظيم. لو انتوا لسه ما اشتركتوش، يلا بسرعه انزلوا اشتركوا بقى. فهو كان بيسأل ريماس دلوقتي عاوزين رعب ولا عاوزين ايه. اتضح اساسا ان هو شغل لهم فيديو
شافوه مليون مرة. هقول لكم يعني كل ما يشغلوا النضارة يشوفوا الفيديو ده اللي هو بتاع اللهم ذكرني، القطر اللي بيطير ده وبينزل من ارتفاعات وبيطلع ارتفاعات وبينزل تاني. فهم بقى ايه بتديكي ايحاء بقى ان انتي راكبة القطر ده بالحركة اساسا بتاعت الجهاز زي ما انتوا شايفين كده، ويفضلوا يشقلطوا ويروحوا وييجوا ورايحين جايين زي ما انتوا شايفين كده. النضاره بتاعت ريماس بقى كانت بتنزل كده على مناخيرها، تقوم كاتمه نفسها، فكل شويه تقوم ايه عادله. فانا بقول له النضاره نازله على مناخيرها، هي كاتمه نفسها اساسا، مش قادره ان هي تتنفس او تاخد يعني تبقى براحتها يعني بمعنى اصح. كل شويه تقوم عادله النضاره رافعاها لفوق. المفروض اساسا كان الشريط اللي فوق النضاره ده في شريطين، في شريط بيتربط على الدماغ من فوق، يجيب النضاره من فوق كده يرفعها، وفي شريط بيتربط على النضاره من ورا. شكل بقى الشريط اللي هو فوق اساسا اللي هو بيرفع النضاره لفوق على العين من فوق ده شكله كان فيه مشكله او ايه مش عارفه، فكان كل شويه ينزل على نفسها او على مناخيرها، فهي كانت بتنفس من بقها لو تلاحظوا كانت فاتحه بقها اساسا. وبياخد قد ايه اللعبة دي؟ بتاخد قد ايه؟ 5 دقايق فقط. 5 دقايق تقوم اللعبة خالصة. يعني انا ببقى عداهم كده او باصة في التايم، 5 دقايق بالظبط تكون خالصة. مش قليل، لا هي الفيديوهات دي كده اساسا يعني. لو هتشغلوا حاجة من على النت كمان من الفيديوهات دي بتلاقوها كده 3 دقايق 4 دقايق 5 دقايق كده. هنا بقى كانوا خلاص خلصوا وهيخرجوا من اللعبة خلاص. وتعالوا بقى دي الملاهي اللي في قلبها اللي انا بقول لكم بتاعت اطفال. لو هنلاحظ كل لعبة بره هتلاقوها شكل مصغر. هنا زي سفينة نوح دي عملاقة بره موجودة هنا مصغرة. في الترامبولين في هنا زي ما انتم شايفين كده اللي هي الحصنة. الحصنة دي لعبة كبار برضو، المفروض ان هي كانت محطوطة الاول بره بس نقلوا مكانها. على فكرة كل ما هتيجوا ما هتلاقوا الاماكن بتاعت الالعاب متغيرة. ده اعصار الموت برضو لو هتلاقوه بره هتلاقوه جوه برضو على شكل مصغر كده. دي لعبة برضو للاطفال حلوة اوي ومميزة اوي. وهنا برضو كانت لعبة برضو تنفع للبيبيهات زي ما انتم شايفين كده، شكلها حلو، عربية سندريلي والحاجات دي. وهوريكم دلوقتي شايفين العملاقة بقى اللي هي سفينة نوح اللي بره. لو هتلاحظوها بصوا عملاقة ازاي. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده بصوا اهي بره. هنا بيت الرعب، لكن ما انصحش اي حد يدخله 3 دقايق بالظبط بالظبط، ومفيش اي حاجة بتحصل جوه، ومشغلين حاجات عالية ساوند عالي كده صريخ، فمش لطيف يعني. هنا بقى البتاع ده اللي هو بيطلع زي الاسانسير وبينزل برضو مصغر، وزي ما انتم شايفين كده الالعاب اللي هي السلاسل بقى. وهنا اللي هي العربيات صغيرة برضو للأطفال. فكل حاجة كبيرة هتلاقوها مصغرة بشكل مصغر. عشان كده واحنا داخلين الملاهي بركز على كلمة ان انتوا يعني ايه، اقول للاطفال اصبروا اصبروا، يعني ما تمسكوش في اي حاجة قدامكم، لان لسه في العاب كتير وفي اشكال كتير للالعاب، هتحتاروا اساسا ان انتوا تركبوا ايه او ايه. طب رينج الالعاب ايه يا ريهام؟ الاسعار يعني بتاعتها لو احنا رحنا وحبينا ان احنا نلعب ديسكفري عاملة 60 جنيه، اللي هي يعني هو الرينج دلوقتي بالظبط الأطفال من 30 جنيه مثلا هنقول ل50 جنيه، الكبار من 50 جنيه وانتوا طالعين في رينج 40 جنيه برضو معاكم للكبار يعني كده، يعني مش اصل مش كله زي بعضه تمام. هنا بقى دي لعبة كده بتدخلوا ويقفل عليكم الباب ويفضلوا بقى يلموا في فلوس ورق عاملة زي الدولارات وورق كده مطبوع، وبعد كده بيقولك سيبوا الورق بعد ما بيلم يعني بعد الدوخة دي كلها
يقوم قايل له سيب الورق خلاص واطلع نقلك لعبة وبتدفعوا تمنها برضو تاني. فهي الفكرة كل دي يعني شغل الألعاب أو لعبة، ان هما يسحبوا الطفل بيها، أو يعني ايه، بيشغلوا نفسهم يعني بمعنى أصح. فمودي بقى كان بيلم الورق اهو. بص هو لما قد ايه، فيقوله سيبهم اهو، اطلع بقى نقلك لعبة، وبعد كده يقولك تمن اللعبة دي كذا، وتدفع فلوسها، وكأن يعني كأنك بتدفع تمن الألعاب ذات نفسها، اللعبة ذات نفسها اهو. دي كان ب40 جنيه. فبعد ما اخترنا دي، احمد لعبت في دماغه بقى كده ان هو يجيب حاجة تانية. كام الحاجة التانية دي؟ كان عاوز 20 جنيه على 40، يعني 60 جنيه. وقفت اللعبة ب60 جنيه عشان ندخل نلعبها. هنا بقى المفروض ان احنا كنا واقفين نختار يعني هندخل انهي لعبة، بس لسه يعني مركزناش. ده اعصار الموت، او مش عارفة اسمه ايه، وكان ايام ما كنا بنركبه كان اسمه الاعصار. دي لعبة كده زي ما انتم شايفين كده، كرسي بنقعد عليه. بصوا اهي، دي العربية بقى اللي احمد اختارها، دفعنا 20 جنيه زيادة. ده كرسي كده زي ما انتم شايفين، زي الكنبة كده بيقعدوا عليها، وتقعد تلف 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 تلف. دي بقى اللعبة اللي انا بقول لكم عليها، الصناديق دي. ما انصحش ان حد يركبها، او انا ما جربتهاش اساسا عشان انصح ولا ما انصحش، بس ما كشكل كده مش عارفة، مش ما استلطفتهاش. هنا بقى كان في حاجة بس انا مش عارفة هي كان ايه. دي باين الساقية اللي هي الساقية العملاقة، مش عارفة ده كان مدخل لحاجة كده، بس ما ركزتش هو الايه الصراحة. وبعد كده مشينا بقى عشان نروح نركب لنا حاجة احنا كبار وناخد فرصتنا. بصوا بقى، طول ما انتوا ماشيين كده في اللي هي الكشك الصغنون كده، بيباع برضو العاب الاطفال وكده. ده بقى القطر. قطر كده هي لفة او لفتين، ركبته قبل كده برضو، بس مش مميز يعني، ما كانش حلو. ودي بقى الديسكفري اللي انا بقولكم عليها. اول ما دخلنا كده انا جربتها مرتين، وما انصحش اي حد يجربها يا جماعة، والله العظيم مميتة ومخيفة وكل حاجة. ما انصحش اي حد يجربها غير اللي قلبه جامد. اللي قلبه جامد كايه، ما انا مش عارفة قلبي جامد هيبقى يعني. انت خايفة منها ما تركبيهاش على طول يعني. انا كنت ببقى داخلة كده قلبي خايف منها، كنت بحس احساس مخيف. وهي بتعدي يعني، مش هقولكم ما بتعديش، بتعدي زي اي لعبة، بس بلاش الاحساس ده يعني. خفقة القلب كفاية يعني، انكم يبقى قلبكم كده خايف من حاجة صعبة جدا جدا جدا. دي بقى اللعبة اللي احنا اخترناها، وقلنا يمكن تبقى يعني هوينة شوية عن الالعاب التانية. قعدنا احنا الاربعة، انا واخت جوزي واخوات اخت جوزي، اخوات ايه ولاد اخت جوزي الاتنين، بنوتين كبار كده ما شاء الله عليهم، ربنا يبارك. فهي اشتغلت لينا بس احنا الاربعة عامة. الالعاب كلها لو واحد بس بيشغلوها على الواحد اللي هيركب. لو مفيش ناس خالص، فبيقوموا مشغلين اللعبة فاضية علشان يعملوا شو، عشان يلموا الناس بيها. انتوا فاهميني؟ بصوا بقى، عايزاكم تتخيلوا بقى اللحظة. انا قلت بس يا هتفضل كده وترجرج فينا وخلاص زي اي منخل. بصوا بقى يعني، عاوزاكم يعني تركزوا. هي دي الرفعة دي، انا قلت بس خلاص بقى هترج بقى، بس كفاية يا عم، انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ كان اللي على لساني اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. هتقولوا لي مش صعبه يا ريهام، هقول لكم لا والله العظيم صعبه. كون ان انت قاعده على كرسي كده وهي واقفه بيكي، هتقولي ما انت ممسوكه. هي ممسوكه. طب تتخيلي بقى ان مثلا ايه، كل تخيلاتي الكرسي يسيب بيا. وعدوا ال5 دقايق على خير الحمد لله، ونزلنا بقى كده، كنا لفينا الالعاب كلها والملاهي كلها، والولاد اتبسطوا وكلنا اتبسطنا، وكان يوم لذيذ جدا 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 جدا. بنصحكم لما تيجوا المعمورة لازم تزوروا الملاهي دي، تاخدوا جولة فيها كده، تغيروا جو بمعنى أصح. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم كده واستفدتوا منه حاجة ولا بسيطة.
ولو الفيديو عجبكم بقى متبخلوش عليا باحلى لايك من احلى اخوات في الدنيا. لو انتوا لسه مشتركتوش في القناه يا ريت تنزلوا اشتركوا وتنوروني باللايك بتاعكم والتعليق. هستنى لايكاتكم وتعليقاتكم من داخل مصر ومن خارج مصر. مشرفيني وجودكم في قناتي وفي حياتي، ده شرف ليا. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا احلى اخوات واصحاب في الدنيا. استنوني في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله.